مرحبا بيكم يا أحبائي المستمعين. وغير ما نبدأ بيه الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في قلب المدينة القديمة فين الأزقة ضيقة وريحة الفحم والمعدن مالية الهوا، كان صوت مطرقة حسين بيعزف لحن ما يفهموش غير اللي اتعجنت حياته بالمشقة. حسين كان شغال في معمل طرق النحاس. إيده اليمين القوية اللي عروقها نفرة كانت شريكة عمره وأداة رزقه، بيها بيطوع المعدن القاسي ويشكل الأواني اللي بيوت الأغنياء بتتزين بيها، وبثمنها بيطعم 3 أفواه مستنيينه في بيت متواضع كل مساء. الإيد دي ما كانتش مجرد جرحة، كانت وعد بالخبز ووعد بالدفى في ليالي الشتاء القارس. كان حسين بيبصلها بإجلال، هي سنده بعد ربنا، وهي الجسر اللي بيعبر بيه من يوم ليوم. راح حسين يشتكي للقاضي، لكن لقى العدل أعمى. مش أعمى بعصابة، لأ، ده أعمى بعين بتغمز لجيب الغني وعين تانية بتزدري حال الفقير. وقف حسين قدام القاضي ملفوف دراعه بقطعة قماش، وصوت مرتعش بيحكي عن السنين اللي أفناها، وعن الزيت اللي ما تنضفش، وعن إيده اللي اتدفنت بين تلوث المكنة. لكن القاضي كان عينيه في سقف القاعة، وبملل أصدر حكمه: الحادث قضاء وقدر وملكش حق في حاجة. خرج حسين من المحكمة راجل تاني، ما كانتش المكنة بس اللي بترت إيده، ده كمان عدل البشر هو اللي بترق قلبه. خطواته كانت تقيلة وهو راجع البيت، ماشي مش شايل عيش، لكن شايل خيبة تقيلة على صدره. إيده ما تبطرتش لوحدها، ده معاها تبطر رزق عياله وأمل بكرة. في البيت العيال جريوا عليه مستنيين يسمعوا صوت المفاتيح يرن ومعاه ريحة الأكل. لكن المرة دي لقت أبوهم راجع بإيد ناقصة ووشه غايب فيه الدموع. مراته قربت منه وشافت الحقيقة من غير ما ينطق. عينيها غطست في عينيه وصرختها كانت مكتومة، صرخة عارفة إن الأيام الجاية هتبقى أعتى من جبل. ليالي طويلة بعدها كان حسين يقعد في العتمة يحط باقي إيده جوه كمه الفاضي، يسمع صوت ضحك ولاده من بعيد، ويحس قلبه بيتقطع وهو مش قادر يجيب لهم غير كسرة خبز. دموعه تنزل من غير ما يحس، لأنه مش فاقد إيده بس، هو فاقد مكانه وسط الرجال، وفاقد إحساسه إنه سند يبيته. وفي لحظة قهر رفع عينه للسما وقال: يا رب، أنا خدامك، أنت أخدت مني إيدي، بس سيب لي رجاء، ما تسيبش ولادي جعانين وأنا تسيبني مكسور قدامهم. كان صوته متشقق زي النحاس اللي كان بيشكله، لكن المرة دي ما كانش فيه مطرقة تصلح الكسرة. ومن يومها بقي حسين رمز لحكاية موجوعة، إيده اللي اتبترت بقت شاهد على ظلم أصحاب المصانع، وعلى قسوة قلوب بتشوف العامل مجرد ترس بيتغير. لكن رغم كل ده فضل صابر، بيشد نفسه يوم وبيوقع يوم عشان يفضل واقف جنب ولاده. القصة دي مش بس حكاية حسين، دي حكاية كل عامل بيتساب يواجه المكنة والظلم لوحده، وحكاية كل فقير ما بيلاقيش عدل غير عند رب كريم شايف وجعه وبيجبر كسره مهما طال الليل. الأيام عدت وحكاية حسين فضلت تتنقل من جيل لجيل. كل حد يسمعها كان بيحس إن الحياة ساعات قاسية، لكن في وسط القسوة في نور بيطلع من جوه قلب الغلابة. الناس كانت تقول اللي خسر إيده كسب معنى أكبر، إن الإنسان مش بيتقاس بعضلاته لكن بقوته وقت المحنة. ولاد حسين كبروا وكل واحد فيهم فاكر أبوهم وهو واقف رغم الوجع. كانوا يحكوا: أبونا علمنا إن الخسارة مش نهاية، دي بداية جديدة للي عنده إيمان. وبقى اسمه محفور في قلوبهم زي وشم من نور. وفي آخر ليلة في عمره الريح كانت ساكنة والقمر منور السما. حسين قعد قدام بيته ماسك كف ولده الصغير في إيده السليمة، بص فيه وقال: يا بني، ما تسيب حقك، ولو الدنيا قست عليك افتكر إن ربنا أعدل من البشر. الكلام خرج زي وصية، زي أمانة هتعيش بعده. ولما عينه اتقفلت الحي كله حس إن راجل عظيم راح، مش عظيم لأنه غني ولا لأنه صاحب سلطان، لكن لأنه عرف يعيش مرفوع الراس رغم كل اللي حصله. كانت حكاية حسين الراجل اللي اتبترت إيده، لكن فضلت سيرته شاهد على قوة الصبر وعلى إيمان بيهدي القلوب حتى في أقصى اللحظات. فحبايبي المستمعين، افتكروا دايما إن الدنيا ممكن تاخد مننا حاجات، لكن اللي عند ربنا أعظم.
وإنه مع كل كسر في جبر، ومع كل ضلمة في نور.